السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واخيرا رجعت لكم بالفصلين الجداد، واللي طبعا هم من حكاية فنغ. وطبعا انتوا عارفين انا قلت ايه عن الفصلين دولت في المنشور اللي فات، فعشان مش هطول عليكم حط لايكك واشتراكك ويلا بينا نكمل الحكاية. بنكمل حكايتنا عند فنغ اللي بيكون خلاص قرب يوصل لنجمة الشبح الثالثة، او باختصار نجمة فأس الشبح، وخلاص لم يعد الا جزء بسيط من هذه العملية. وتشوف ان خلاص فنغ قرب يخلص، وبتقول هو عاوز يحرك الفاس الالهي. هو ازاي كان بيتحكم في الطاقة الروحية كده؟ يا ترى هو كان بيتدرب لمئات السنين من غير ما حد يعرف؟ وبتقول لما انا جيت اوصل للنجمة الثانية كنت خلاص على فكرة قربت اموت، وكنت طريحة الفراش لمدة اسبوع كامل بسبب الضغط. وبتقول كمية الطاقة الهائلة ديت وهو عمال يعدي في المستويات كده، فاكيد الراجل دوت مش وحش ولا انسان، انه اله. ما تاخدوش بالكم يا جماعه من الحته اللي انا لسه قايلها ديت، هي دي بس كده يعني عباره وبس مش حاجه يعني. وبتقول الرواد كلهم لما بيلاقوا ان هم خلاص قربوا يعدوا النجمه بيعدوها بسرعه، بس الشخص دوت عامل زي المعلم المتقاعد القديم. وبتلاقي وقتها الفاس الالهي رايح ناحيه الشرق، وبيكون وقتها فنغ خلص ووصل لفاس الشبح النجمه الثالثه. وقتها بتكون خلاص وصلت للمكان، بس وقتها بتكون مش لقيت فنغ. بتقول هو انا ضيعته كمان مرة، ده ما عدتش يعني غير 30 ثانية بس. وقتها بتاخد بالها من حاجة وبتقول ثانية واحدة كده، وبتقول ايها الاستاذ انا عارفة ان انت لسه مش مشيت من هنا. فنغ وقتها بيطلع فعلا وبيقول هي دي اللي كانت بتعاقبني الايام اللي فاتت. والبنت وقتها بتقول انا كنت بتتبع خطواتك اليومين اللي فاتوا وانا عاوزك تنضم للرابطة الرسمية. امل بجد اللي انت مش تكون انطباع سيء عننا. وبتقول لي هي لازم تختار كلماتها بعناية عشان مش يحس بالاهانة. وقتها فنغ بيقول لها ليه. وقتها البنت مش بتكون عارفة هي هتقول ايه، وبتقول اعمل ايه دلوقتي، المجاملة مش هتعمل اي حاجة. وبتقول الحقيقة ان امك هي عاوزة تجمع كل الرواد اللي في العالم عشان توديهم للطريق الصح ونحمي الكوكب دوت. بيقول لها وقتها وانا ايش ضمني منك، انا برضو لسه مش واثق فيك ابدا. وقتها البنت مش بتكون عارفة هي هتعمل ايه، فبتطلع ورقة كده وبتقول هي سو كانت لاعبة قبل عودة الطاقة الروحية. وبتقول انا معرفش اذا كنت انت سمعت بيا بس ديت هي هواياتي المفضله. فنغ بيقول انا شكلي افتكرت كده، وبيقول زي ما انا توقعت اللي بيكون عندهم قدرات جسديه كويسه بيكونوا رواد بكل سهوله، فاكيد هي بقت رواد عشان هي بتجري بسرعه. وبيقول بس من حياتي السابقه امك هي ما قدرتش اللي هي تحقق هدفها وانقرض الجنس البشري بالكامل. وده فنغ بيقول فعلا فاكرك عشان كده هفكر في الموضوع، بس بيروح وراها وبيقول لها انا مش عاوزك تعرفي المكان دوت لاي حد. وبيقول واحدة زي سو كان مش هتقدر اللي هي تغضب رواد زيي، انا ممكن استفيد من الموضوع دوت. وقتها البنت بتقول بس الرابطة عرفت ليه انت موجود بسبب التغيرات، فبسبب كده هنقدم تقرير نصفه حقيقة والنصف كذب، ايه رايك؟ وقتها فنغ بيقول طيب خلينا نعمل كده. وقتها سو بتلف وشها وبتقول له استنى، بس فنغ بيكون خلاص مشي من المكان، وبتقولها كم مرة فشلت في اللي انا امسكه وهو بس عمال يتجنبني، انا عمالة بس ارهق نفسي وانا عمال امشي ورا الراجل دوت. وقتها بيجيلها اتصال وبتقول ان الكائنات شاذة جت تاني، فسو بتقول وقتها هم يجوا تاني المخلوقات الغريبة دي انا مش هنساهم ابدا، شوية منهم بارد وشرير والتانيين مجنون وعطش للدماء، هما بياخدوا طاقتهم من التلوث اللي يجوا بعد ما الطاقة الروحية جت، بعضها تحول للوحوش ومشوهة كمان وبتاكل البشر، وفي المقابل بتصنع أماكن تلوث جديدة، لو احنا مش هتناهم فكلنا هنموت. وقتها بيكون فنغ ماشي في المدينة
وقتها بيجي إشعار إن محدش ينفع يطلع بسبب العواصف الرعدية أو الرعد الشديد. إحنا مش شفنا عاصفة زي كده من عقود. هو في قوة عظمى بتحكم البرك هنا؟ وقتها فالغ بيكون رايح عشان كده. فالغ بيقول إيه طاقة البرك العظمى ديت، بس مركز العاصفة هو، وبيطلع كده على السلام وبيشوف البرج دوت وبيقول هناك. وقتها فالغ بينط من على المبنى وشكله كده عاوز يمتص قوة البرج زي ما كان عمل مع الحمم. وقتها النظام بيقول تم استكشاف منطقة تلوث في جبل يخوانغ. وقتها فالغ بيشوف الكلام دوت والنظام بيقول تاني، وبنعرف بعد كده ان ارتفاع المبنى دوت 1500 متر ومساحته 25 هكتار. وقتها فالغ مش بيهتم وبيصمم برضو على اللي في دماغه وبيروح برضو على هناك، والرعد بيكون شديد وفي رعدية تقريبا بتيجي على فانغ. وقتها في الرابطة الرسمية بيقرروا ان هم يغلقوا جبل يخوانغ، واللي فيه طبعا صاحبنا وده كله عشان يعني ايه العواصف الرعدية وكده. دول كمان ان المكان دوت خطورته ممكن توصل لإس. وقتها الراجل بيقول خلاص احنا قررنا هنغلق جبل يخوانغ. وقتها الراجل دوت بيقول احنا لازم نقضي على التهديد من جذوره عشان نغلق الجبل بالكامل. وقتها عند فانغ بيكون العواصف الرعدية كبيرة بالكامل، وبيقول لحسن الحظ ان انا عندي تقنية التنفس جين يانغ، والا كل الرواعد دي كان زمانها قتلتني. بس كده مش كافي، لازم اروح على قمة الجبل. وبيقول وقتها لما الطاقة الروحية ظهرت البشرية مش استفادت، لا دي اتضرت منها. وده كان أرنب بسيط ممكن يهدد البشرية، وفي المستقبل هيظهر حاجات أسوأ من كده. كمان الرواج ممكن مش يعملوا حاجة قدامها. وبيقول في المرة اللي فاتت أنا خليت السيف بتاعي يمتص الحمم واستفدت منه، بس برضه مش هيكون كل اعتمادي على السيف، لازم أكون أنا أقوى. وبيقول إن طاقة الرعد هتخلي أقوى بكتير. عشان أكون أقوى لازم أدور على وسط تحولات بين السماء والأرض، وإلا هيكون علي إن أنا أنتظر موتي تحت الكوارث. وقتها بيكون في عاصفة بسرعة جاية عليه، بيستخدم قوته وبيطلع وقتها سيفه وبيصد وقتها الرعد. وبيقول وقتها إن مقاومة العاصفة دي قوية جدا، بس وقتها فانغ مش بيقدر اللي هو يصد الضربة، وقتها بياخد ضربات رعدية كتيرة. بيقول الخاصية الرعدية المتطرفة هي في الأصل قوة عقاب إلهي وحشية. بتقول دلوقتي هي متعصبة بسبب لا دخلت، عاوزاني أركع تحت رجليها. إزاي يا ترى أخليها تخضع لي؟ وقتها بيفكر بيقول لقيتها وبيعمل تفعيل تقنية تنفس زين ينغ بأقصى قوة. رعدية كمان بتيجي عليه، بيحاول برضو اللي هو يصدها بس بيتألم. بيقول أنا لازم أستحمل لحد ما أوصل، وإلا هيكون قدامي يا إما العيش يا إما الموت. بيقول يا لهم من طيار عنيف من الطاقة الرعدية مخلي عضلات تشعر بالشلل، هي عاوزة تقتلني. وقتها النظام بيقول تم استكشاف طاقة إعادية قوية جاري التجهيز. وقتها الرعد بيزداد، فانغ يا ترى هيعملها ولا لأ؟ وقتها الكل بيشوف العواصف الرعدية بيكونوا مصدومين حرفيا من قوتها. وقتها النظام بيقول لقد حصلت على الطاقة الرعدية الإلهية المكررة. وقتها فانغ بيقول ان خاصية الرعد دي خاصية عليا على عكس خاصية الشمس، واللي هي ايوه قوية بس مش زي البرق. وقتها فانغ بيقول في العصور القديمة الناس كانوا بيخلوا الرعد ينزل على اجسادهم عشان يكونوا اقوى. وقتها بيقول الرعد كمان هو رمحي، وبيقول انا كده ادركت قوة الرعد الحقيقية. وقتها النظام بيقول ان القوة دي ممكن تكسر عظامك، فانت عاوز تسلك نقاط الكتابة في اخذ هذه القوة العظمى. وقتها فانغ بيقول يا ترى ادمج الخاصية دي في سيفي ولا لأ؟ وبيقول ايوه خاصية البركة هتخليه اقوى، بس خاصية الشمس هتحرقه او كمان هتخلص النقاء. وبيقولوا كمان دمج الخصائص الكتير ممكن تتلف السيف. وبيقول انا عرفت انا احط القوة ديت في الذراع اليمنى. وقتها طبعا بيجيله السؤال المعتاد وفانغ بيقول نعم. وكده بقى عنده طاقتين، طاقة البرق وطاقة الشمس. وفي اليوم اللي بعده عند أعلى الجبل البنت سو بتقول للقائد ليه
ان الطاقة مش زي ما كانت امبارح. وقتها الرائد اللي بيقول هو كان في مستكشف هنا. وقتها سو اول ما بتسمعه بتقول المستكشف كمان هو لسه عايش. وقتها بتيجي تستشعر بس مش بتلاقي اي حاجة، وبتقول هتلاقي الموضوع ده كان زمان او كان علم الليلة الماضية. وبيقول هتلاقيه يجي هنا الساعة 6 ومش الساعة 8. بتقول له ليه؟ بيقول لها عشان الساعة 6 كان بدأت الظاهرة والساعة 7 كنا بنبدأ في إغلاق الجبل. وقتها صعد من غير ما يكتشف. وبيقول الشخص دوت لما لقى ان في طاقة رعدية كبيرة لقى ان ديت فرصة عشان يمتصها وياخد قوتها. فعشان كده اكيد الراجل دوت مش نجا بس، ده كمان اخد قوة عظمى، والا ديت بس كانت صدفة. وبيقول الاشخاص اللي زي كده هم اكتر خطورة عشان احنا ما نعرفش في اي جانب. شكلك كده يا عم فاهم غيمك مش هتبقى حلوة. والرائد بيقول من دلوقتي انا اتتبع الراجل ده ويكون اسمه هو الطاغية من النهاردة. شكلي كده فانغ هيعدي بأيام فل الفل. يا ترى هتعمل ايه يا فانغ؟ وكده يعني خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى طبعا يكون الفيديو دوت عجبكم، ولو عجبكم حطوا لايك واشتراك، ولو مش عجبكم برضو حطوا لايك واشتراك عشان الموضوع دوت يعني بيفرق معايا وكمان بيبسطني. فيلا بقى يعني كده خلصنا الفيديو، ويلا سلام سلام سلام. انا حنجرتي بتروح في امي الحتة ديت.